السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم كاملين في هذا الفيديو الجديد. اليوم جبت لكم واحد الموضوع اللي غادي يبان مهم بزاف. خصوصا وانه بدا كيدور بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مؤخرا، وهو اطلاق شبكة 5G. بزاف ديال الناس كيهضروا عليها، كيسولوا شنو هي، شنو غتزيد لينا، واش حنا فعلا محتاجينها. والسؤال الاكثر انتشارا، واش 5G عندها علاقة بالسرطان ولا لا؟ في هذا الفيديو غادي نشرحوا الموضوع من جميع الجوانب، بلا تهويل، بلا مبالغة، وبمعلومات واضحة ومفهومه للمغاربه. اولا، كيفاش وصلنا ل 5G؟ باش نفهموا 5G لازم نرجعوا شويه للور. زمان كنا مع 2G اللي كان خاص غير بالمكالمات والاس ام اس. من بعد جات 3G اللي عطاتنا الانترنت لاول مره في التليفون. من بعد 4G اللي ولات اسرع وبنينا عليها بزاف ديال التطبيقات اللي كنستعملوهم اليوم. دابا وصلنا للجيل الجديد 5G. واش فعلا فرق كبير مع 4G؟ ايوا هذه نوضحوها. شنو هي 5G بالضبط؟ 5G هي الجيل الخامس من شبكات الهاتف النقال، ولكن ماشي غير تطوير بسيط بحال ما وقع ما بين 3G و 4G، لا. 5G تغير كبير في التقنيه كامله. اهم المميزات ديالها سرعه الانترنت، يعني تقدر توصل حتى ل 10 المرات اكثر من 4G، يعني الضعف ديال 4G 10 المرات. هذه ممتازه. نسبة التأخير اللاتونسي غتنقص بزاف، يعني الرد غيكون شبه فوري. تقدر تخدم عدد كبير من الأجهزة في مجال صغير بلا ما تطيح الشبكة. صالحة للمدن الذكية، المصانع، الروبوتات والذكاء الاصطناعي. يعني ماشي غير الناس اللي غيستافدوا، حتى الشركات، المستشفيات، المدارس، الطرق إلى آخره. أشنو فعلا غتزيد لنا في الحياة اليومية؟ نعطيك مثال: الالعاب. الا كنتي كتلعب مثلا في الهاتف ولا بالبلاي ستيشن عبر الانترنت، غادي تولي تلعب مرتاح وبلا تقطع، ما غيبقاش داك اللاغ اللي كيقتل اللعب. مشاهده الفيديوهات، غادي تشوف فيديوهات 4K وال 8K بلا انتظار، بلا تقطع. ومكالمات الفيديو غادي تولي ممتازه. التحميل اللي كان كياخذ دابا دقيقه ولا اكثر مع 5 جيجا غادي يولي في ثواني. الصحه والتعليم، تخيل طبيب يعني يشوف اجهزه طبيه عن بعد، او تلميذ كيدير درس مباشر بجوده عاليه بلا مشاكل. هذا الشيء ما يمكنش بلا انترنت سريع ومستقر. السيارات الذكيه، حتى السيارات في المستقبل كتحتاج سرعه في التواصل، بحال باش تتفادى الحوادث ولا تعرف على الطريق. يعني 5G ماشي غير انترنت قوي، هي ثوره تكنولوجيه. ولكن علاش الناس خايفين من هاد 5G؟ من اول ما خرجت 5G في العالم بداو كينتشروا بزاف ديال الاشاعات. 5G كتسبب السرطان، 5G كتدمر المناعه، الابراج ديال 5G خطيره، 5G طلعات فاش بدات كورونا. بزاف ديال هذا الكلام ما عنده حتى اساس علمي. ولكن قبل ما نقولوا ما كاين والو، خلينا نفسروا الموضوع علميا باش الناس تفهم واش فعلا 5G كتسبب السرطان. باش نقولوا بان شي موجات كتسبب السرطان، خاص تكون موجات مؤينه، يعني كتحتوي على ايونات، يعني عندها القدره تغير الحمض النووي دي ان ا، او لا بحال اشعه اكس او لا اشعه غاما. اما 5G فكتستعمل موجات راديويه غير مؤينه، يعني ما تقدرش تغير الحمض النووي وما عندهاش القوه باش تسبب سرطان. نفس النوع ديال الموجات اللي كيدوزوا في الراديو والتلفازه والويفي وحتى ال4G. منظمة الصحة العالمية ووكالات علمية في العالم كامل داروا دراسات كثيرة وقالوا نفس الكلام. ما كاين حتى دليل علمي كيقول بأن 5G كتسبب السرطان. ايوا الناس دابا غادي يقولوا منين جات هاد الاشاعه؟ جات لان الناس كيخافوا من اي تقنيه جديده، ولان الاعلام بعض المرات كينشر الرعب بلا ما يتاكد. واش الابراج ديال 5G خطيره؟ الابراج سواء ديال 4G ولا 5G كيخدموا بطاقه محدوده اللي كتحددها قوانين دوليه، والموجات كتنقص بزاف المسافه. يعني الا كنتي بعيد ب 50 متر من البرج فهذاك الاشعاع كيهبط بزاف. واللي خاص الناس يعرفوه هو ان التليفون اللي كتشدو في يديك راه كيصدر واحد الطاقه اكثر من اللي كتجي من البرج البعيد، ومع ذلك حتى هو مسموح به ومراقب. الاسئله اللي اكيد غادي يطرحوها المغاربه: اولا، واش خاصني نبدل التليفون يعني باش نخدم 5G؟ بالفعل الا ما كانش عندك الهاتف ديالك يعني كيدعم هاد 5G فما غاديش تخدم. ثانيا، واش 5G يعني غادي تكون غاليه؟ ممكن تكون اثمن شويه من 4G، ولكن شركات الاتصالات في العالم عاده كيديروا اثمنه قريبه باش يشجعوا الناس يعني دير 5G. ثالثا، واش غادي تخدم في العالم القروي؟ البدايه راه غالبا كتكون في المدن الكبيره، بحال مثلا هنا في المغرب راه غتكون في الرباط، الدار البيضاء، طنجه، مراكش، اكادير. يعني كيبداو بالمدن الكبيره هي الاولى، ومن بعد راه كيبداو يعموا كيدوزوا للمدن الصغيره. عاد العالم القروي داكشي كيمشي تدريجي.
خامسا كاين اللي كيقول واش 5 جي غادي تعوض الويفي. هو في الاصل ماشي دابا، ولكن مع الوقت ممكن تولي خيارات جديده للانترنت المنزلي. اشنو المستقبل اللي غادي يجي مع 5 جي في المغرب؟ مشاريع تقنيه جديده، فرص عمل في مجال التكنولوجيا، تطوير الخدمات العموميه، تسهيل التعليم عن بعد، دعم المقاولين الشباب، تحسين الامر عبر الكاميرات الذكيه، مواكبه العالم في ثوره الذكاء الاصطناعي. والخلاصه ديال الفيديو، 5 جي ماشي خطر، ماشي مرض، ماشي سلاح غير معلن. 5 جي هي فقط مرحله جديده من تطور التكنولوجيا، وغادي تغير بزاف ديال الامور في الحياه اليوميه. الا عندكم اي سؤال خليوه ليا في التعليقات وانا غادي نجاوب عليه بكل فرح. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا باش تشجعوني نقدم محتوى مفيد. شكرا لكم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.